البانيه الكداب حاجه كده اللهم بارك، كريسبي جدا وطعمه لذيذ، خلطه جباره. معايا واحده كده من البتنجان الرومي، بشيل القمع كده وانضفها كويس، وبعد كده باخد القطعه الاولى دي مش بحطها. ليه؟ عشان الخليط او الخلطه مش بتمسك فيها. وبخرطه تقطيع كده زي ما انتم شايفين، اهم حاجه يكون رقيق. وبعد كده معايا ميه عاديه من الحنفيه ومعلقه صغيره كده مليانه من الملح، وبنقع البتنجان كده حوالي 10 دقايق، وبجيب حاجه تقيله كده بحطها فوق البتنجان بحيث كله كده يغطس في الميه. معايا بقى في الطبق ده كوبايه كده من كريسبي بتاع الفراخ، ده موجود عند اي عطار، وكوبايه دقيق. بجيب كده اللي هو الكريسبي ده او كورن فليكس، تجيبي مثلا ب10 جنيه او على حسب بقى. انا بجيب الكيس ده ب10 جنيه. وبحط كده حوالي 3 معالق كبار من الفيجيتار، حار او بارد، ومعلقتين كبار من النشا، ومعلقه صغيره من الملح. وبقلب كل ده مع بعض، دقيق وفيجيتار وملح وكورن فليكس او كريسبي. معايا في الطبق التاني بقى بيضتين وكوبايه ميه ورشه كمون على فلفل وكمان رشه كزبره والملح. وبقلب كل ده مع بعض، وممكن تشيلي الميه وتحطي لبن براحتك، بس انا دايما بعمله بالميه بيكون كريسبي اكتر، لكن اللبن بيطري شويه. هنا بقى عدى 10 دقايق كده على البتنجان. معلش بقى البتنجانيه دي يا جماعه طلعت مبذره بسيط، بس كانت زي العسل. صفيته كويس جدا من الميه. بعد كده معايا زيت غزير على النار، وبجيب بقى واحده كده بنزلها كده الاول في طبق البيض، وبعد كده في الكفر الخارجي ده، وبتضغطي كده بايديكي كف ايدك كده بحيث تخليها الكفر يلزق عليها، وبردها تاني في البيض. بتعمل كفر وكريسبي اكتر، بتبقى مقرمشه ولذيذه وطعمها حرفيا والله كاني باكل بانيه، واحلى واطعم. اهم حاجه الزيت يتقدح كويس جدا، وتنزلي كده بالشريحه ورديها كده في البيض مرتين عشان تشيل طبقه كفر مقرمشه اكتر. والنار تكون وسط. عايزه اقولك بياخد لون بسرعه. تقلبي كده على الوجه التاني بالشكل ده، وبرده تقلبي كمان مره كده على الوجه التاني، وهكذا، وطلعيه كده على مصفى او على شبكه يكون افضل، او مناديل مطبخ. هو اللهم بارك بيفضل كريسبي كده حتى لو بات لتاني يوم، يفضل كده مقرمش وجميل. يبقى كوبايه دقيق، كوبايه من كريسبي بتاع الفراخ او كورن فليكس، وكمان معلقتين او 3 كده من الفيجيتار، ومعلقتين نشا، ومعلقه صغيره من الملح. والطبق التاني بيضتين وكوبايه ميه ورشه ملح وفلفل وكزبره وكمون. وتقلبي كل ده مع بعضه، وتنزلي في الخليط مرتين زي ما قلت لك. بيطلع معاكي اللهم بارك. وكل رصه يعني اولى والتانيه لازم تروقي الزيت وتنضفيه كده بمصفى، وتطلعي على شبكه، وبألف هنا وشفا. واحيانا بقى بعمل شويه سلطه طحينه وسلطه خضار، تبقى اكله حرفيا ملوكي. ويا سلام بقى اقولك على تركايه حلوه قوي. بهرس فصين توم وقرن فلفل حامي وعصره ليمونه ورشه ملح خفيفه ورشه كمون، بعملها زي خلطه كده زي ما انتوا عارفين بتاعه البتنجان، وبحطها على الوش كده، بتخليها في حته تانية بألف هنا وشفا.